مرحبا بكم الناس الكل في قناتنا على اليوتيوب. مرحبا بكم، معكم أشرف الأطرابلسي. عدنا ولا عود أحمد. كنا نتفرجوا تو في قناة الحوار التونسي، وضيف نور شيبة اللي قضى معناها سنوات في السجن. ربي يفرج عليه، وما نتمناه لحتى حد انه يكون في بلاصته معناها. وبالعكس معناها فرحنا انه خرج الفنان نور شيبة. الحاجة اللي قلقتنا كمشاهدين كمادة إعلامية قاعدة تتعدى في التلفزة، ونعودها مرة أخرى. العباد اللي تقول لك ما تفرج في التلفزة راهم يطلعوا معناها في اليوتيوب، في الفيسبوك معناها. فما صغار باش يتبعوا، فما معناها أي إنسان باش ينجم يشوف حتى لو ما يتفرجش في التلفزة. الرساله نتاع نور شيبه واللي قال الكتاب وكل شيء حاجه باهيه على الاخر معناها. هذيك كما نقولوا احنا امور شخصيه. حب يعمل كتاب، حب يوصل كلام عاشه هو في الحبس، حب يوصل حاجات كما قلنا. هذيك حاجه كما نقولوا احنا اموره، وربي معاه. الحاجه اللي قلقتنا برشا في قناه الحوار التونسي، واللي هدي الزعيم معناها في كل مره هكا باقي يعاود في نفس الحاجه، انه فما تبييض هكا ولا انه نحكيو على انسان معناها استهلك مادة مخدرة وكأنها حاجة عادية على الاخر، وانه فما صغار يتفرجوا، وانه بالعكس حاجة على الاخر. وفي نفس اللحظة نور شيبة يقول لك ظلموني. بون انت تو في البرنامج انا باقي نتفرج فيك، قلت لي انت استهلكتها، اللي انت معناها جاك الشخص هذا اللي يبيع، وانت معناها خذيت من عنده واستهلكتها في نفس اللحظة هذيك يا فنان يا نور شيبة ولا يا هدي الزعيم، تنجم تقص عليه وتنجم تجاوبه. تقول له راهو معناها انصح العباد ردوا بالكم منها. راهي الحاجة هذه تنجم تحطم انسان، راهي الحاجة هذه تنجم تفرق، تنجم تعمل ما تعمل. على الاقل الميساج يخرج بطريقة باهية، ماهيش هكايا. والله مشيت وعملت ودرشنية وتقابلت مع واحد، واحد هكايا تقابلني وجاب لي المادة المخدرة هذية، وي هي إيه نعم انا استهلكتها والله وتظلمت، راني مظلوم راني. ويا سيدي القاضي وكذا وغنية في الوحدة. يا سيدي القاضي، يا سيدي القاضي باش ظلمك؟ شنو الظلم اللي عمله لك سيدك القاضي؟ يهديك ربي، يهديكم ربي. يزيونا من السموم اللي تسربوا فيها، يزيو من الحاجات هذه المسخة اللي تسربوا فيها. هانا قلناها اخوي، ان شاء الله ربي يفرج عليه ويفرج على مية كيف. وباهي الفن متاعو فما عنده جمهور بتسمع وكذا. يا ماما لاباس خويا. هي قول انا مثلا انا استعملتها واكبر غلطه مثلا في حياتي وكذا، واعملوا يا ولدي اعملوا فقره، اعمل فقره يا دي الزعيم، اعمل فقره، اعمل مونتاج من بين كلامه هو، واعمل حاجه وجيب تقرير كامل كيفاش عباد تحطمت من الماده هذيك، كيفاش عباد سخطت من الماده هذيك. ما نميعوهاش القضيه، ما نحطوش الحاجه هذيك حاجه عاديه، ما هيش عاديه حتى طرف. انت غدوه واحد اخر ينجم غدوه يستهلكها يتاثر، يبدا صغير في العمر ولا يبدا كذا، ومش حتى صغار بتاثر في الاصناف العمريه الكل. ينجم يتاثر بكلامك انت في قناه معناها العباد تتفرج فيها، وفي قناه الشين على اليوتيوب والتيك توك وكل شيء، ما مش تبارتاج الفيديو. راهو عيب عليكم الشيء اللي تعملوا فيه يا هايكا بجاه ربي. ميساج لك انت معناها سيريوزمون نحكي معك. أه كي تشوفوا مثلا نعاودها مره اخرى، كي تشوفوا القران مثلا في سنه من السنوات، قناة تعدي في القرآن مشيتوا صدمتوا عليها وسكرتوها وكل شيء خاطر من غير رخصة وكذا. هي وكي كي تعدى حاجات كيف ما هذه دي الاندرا تتدخل وتوقفوا المهزلة هذه، وإلا لا ولا حاجة عادية نورمال كي نستانسوا خويا. نبيعوهم القيم متاعنا. ولا انا فاش قاعد نحكي تو وش لزني انا خويا؟ احنا تو في عصر جديد وكذا، سايب علينا خويا من الحديث هذايا وسايب علينا من اللغة هذيا، ونعيشوا بالعصر متاعكم هذايا المسخ، وننساو القيم والمبادئ متاعنا والحاجات اللي تربينا عليهم الكل. باش خويا نخرج وكالي احنا توا في 2024، وشبيك انت تخمم هكا؟ وشبيك دار شنيا؟ وانساو ربي وانساو كل شيء وخليها تتعدى الحكايه هذه في التلفز. ميساج الاخير اذا باش نوصله يا هادي زعيم مره اخرى. بون ميساج هذا ماهوش نور شيبر خاطر هو واحد من الضيوف. غدو باش تعاود تجيب واحد اخر باش بنفس الطريقه كما جبت مريم الدباغ المره اللي فاتت وكوكو درشني وخرجتوها معناها بطله قوميه. ما كيفاش. راجعوا روحكم شويه. الجمهور باش نحكيو على مقاطعه زايد الكلام تو حكينا عليها الف الاف المرات وحكايه فارغه على الاخر، الا فئه قليله اللي باش يفهموا. باش يفهموا مش معناها انه الرساله تتعدى بالطريقه هذيك.
حسبي الله ونعم الوكيل فيكم ونسكت.